السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنعمل بوريك الجبنة بتاع الأفران. بجد سهل وسريع وطعمه خطير طبعا. ونص كيلو دقيق هيعمل حوالي كيلو ونص أو 2 كيلو من الجاهز بتاع الفرن، فكمان أوفر كتير. المكونات كلها هكتبها لكم في الديسكريبشن بوكس، ويلا بينا نبتدي. انا هنا المكونات كلها خلطتها مع بعض، المية والسمنة والزيت والسكر والخميرة والصلصة، خلطتهم كلهم مع بعض. وبدأت ان انا ازود عليهم الدقيق كمية وسبت شوية علشان على حسب كمية المية اللي انا حطاها هتاخد قد ايه دي. هبدأ بقى ان انا اعجنها كويس قوي لغاية ما العجينة تتكون عندي بالشكل ده. انا هنا عجنت حوالي 10 دقايق وزودت شوية عن الدقيق اللي انا كنت حطاه، وطبعا هكتب لكم بالظبط انا استخدمت قد ايه. بس طبعا الدقيق كده كده بيختلف من نوع للتاني في كمية المية اللي بياخد. العجينة عندي هنا اتكونت اهي، بقت بالشكل ده، طرية ولينة وبتلزق شوية في الايد، بس يعني بتتلم، شايفين؟ مش بتلزق لدرجة ان هي بتمسك في الايد ومش هنعرف نفردها، لا هي بتتلم هي عادي بكل سهولة، هي بس بتلزق سنة بسيطة. بدأت ان انا اقسم العجينة عندي، كانت كل كورة حوالي 30 او 40 جرام. طبعا لو مش عايزين تعملوا كده عادي براحتكم، بس ده علشان يعني كله يبقى يعتبر قد بعضه. هنا خلصت، شايفين نص كيلو دقيق هيعمل كام واحدة. هنسيبها بقى تريح على جنب كده ربع ساعة بس، وبعد كده نبدأ ان احنا نفردها. بصوا بقى احنا هنفردها ازاي. هاخد اول قطعة، شايفين، هفردها شوية، بعد كده هجيب عندي الحشوة بتاعتي. عايزين تحشوها اي حاجة حشوها، انا حشيت جبنة رومي وجبنة بيضة. وهنبدأ ان احنا ناخد الطرف نقفله كويس قوي، وبعد كده نلفها كده، بس هو بالشكل ده. اهم حاجة ان احنا نقفلها في اول لفة كويس قوي، يعني نقفلها كويس قوي، نضغط عليها ان هي تتقفل كويس قوي، وبعد كده نلفها اللفة التانية وهتبقى معانا بالشكل ده. سهلة جدا وسريعة ومش هتاخد معاكم اي حاجة. هخلص الكمية كلها ادهنها بصفار بيضة ولبن، ولو مش عايزين بيض عادي ممكن تستخدموا لبن بس. ادهنهم كلهم، وعايزين تزودوا سمسم اوكي، عايزين تزودوا حبة بركة او ميكس بين الاتنين عادي مش مشكلة. وهنسيبها تخمر بقى. هنسيبها تخمر ازاي؟ افتح الفرن، اسخنه كويس قوي، وبعد كده اقفله وادخل الصواني بتاعتي تخمر في الفرن. يعني بتخمر بشكل حلو قوي وسريع جدا كمان، بالذات في البرد اللي احنا فيه ده. هدخلهم بقى الفرن على درجة حرارة 180. والاول لما لونه يظبط من تحت هنبدأ ان احنا نفتح الشواية لو هو ملونش كمان من فوق. شايفين طري قوي ازاي وهش ازاي، بجد طعمه خطير كمان، ومع كوباية شاي بقى وألف هنا. جربوه وقولوا لي رأيكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.